جالي سؤال في الكومنتس، حد اتلخبط قال لي انت بتقول عشان ناخد فيتامين دي كويس نتعرض للشمس من الساعه 11 للساعه 4 شمس نص النهار، في حين ان الدكتور بتاعي بيقول لي لا اتعرضي للشمس قبل الساعه 10 الصبح وبعد الساعه 4. فاني احسن؟ في الحقيقه الموضوع ده عليه خلاف كبير. بعض الناس قالت ده الشمس بتاعت نص النهار دي من 11 ل 4 دي هي اللي بتجيب المشاكل وبتعمل مشاكل في الجلد وممكن تعمل ايفن حتى كانسر في الجلد. الصح ان الايديال او المثالي اللي مكتوب في الابحاث ان احنا شمس من نص النهار من 11 ل 4 هي اكتر واحده بتجنريت فيتامين د. عشان يجي لنا كانسر من الشمس محتاجين نقعد 4-5 ساعات، ده فيتامين د محتاج من 5 ل 10 دقائق، ربع ساعه بالكتير. ما تقلقوش من الحكايه دي خالص. في بعض الابحاث الجديده قالت مفيش مشكله ان احنا نتعرض للشمس برضو الساعه 10 والساعه 4، برضو الوقت ده هيجنريت فيتامين د مش كويس قوي زي شمس نص النهار لكن هيطلع فيتامين د، فما تتلخبطوش في الحكايه دي. لكن استثنائي ممكن نقعد الساعه 10 الصبح في البلاد اللي الشمس فيها حاميه قوي او الساعه 4 بعد الظهر عشان نتفادى المشاكل لو انت قلقان. ولو عندك مشكله من التعرض للشمس، الدكتور منعك من التعرض للشمس، في الحاله دي بنعمل حاجتين: بنقيس لك فيتامين د، لو لقيناه كويس ما بنحتاجش نعمل اي حاجه، لو لقيناه وحش ممكن ندي لك اقراص فيتامين د. وطبعا ممكن تستبدل الكلام ده ببعض الاغذيه اللي فيها فيتامين د ولو ان ده ما بيبقاش كافي. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه العظام، وارجو ان انا اكون جاوبت على السؤال اللي جالي في الكومنتس.